السلام عليكم متابعي قناة فوتستاخ. السلام عليكم اخوتي واحبائي وعائلتي العزيزة والكريمة. معاكم اخوكم في الله محمود، ونعتذر اخوتي الكرام عن الغياب، وعدنا لكم باخبار جميلة ورائعة ومفاجئة جدا عن المنتخب الوطني المغربي، والاهم بالمصداقية كما عودناكم. بسم الله ولنتوكل على الله لا لتضييع الوقت، ولندخل مباشرة في الموضوع. اول لاعب غنتكلم عليه وغنستفتح به الاخبار ديال اليوم اللي رائعة جدا هو عبد الله وزان، النجم القادم في المنتخب الوطني المغربي، واللاعب الذي احدث ضجة كبيرة في اوروبا، وكل شيء غتشوفوه بالدلائل والبراهين. قبل ما نحط لكم لي سكرين والاخبار، اول لقطه غنبدا لكم بها وكتنويه قبل ما ندخلوا في الاشياء اللي غتجيكم صادمه وبما تحمله الكلمه من معنى. كاملين غتكونوا سمعتوا واحد الخبر اللي تروج في هاد 24 او 48 ساعه الاخير، والامر هنا كيتعلق بنادي برشلونه. فصنادت واحده من اكبر جرائد في اسبانيا واللي هي جريده سبور الكتالانيه اللي متخصصه في الاخبار ديال برشلونه، وعنونت المقاله وقالت بلي ان برشلونه يتجسس ويريد عبد الله وزان. دابا القالب فين كاين؟ هو ما بعد هذا الخبر شنو وقع للاعب المغربي، لان الهولنديين كيف ما تنقولوا بالدارجه المغربيه شعلت فيهم العافيه، وانا جايكم الطريق حتى الاسبان واوروبا كامله تقريبا في الصحف الكبرى ديالها تكلمات على هذا الموضوع. وغتشوفوا العمله المغربيه رغم صغر السن ديالها فين وصلت وعلت علوا كبير. دابا من بعد ما دار هذا البوز ومن بعد ما فجرت جريده سبور الكتالانيه هذا الخبر، غينوض واحد الصحفي هاد 24 ساعه اللي حنا فيها دابا سميتو ادريان فونيس غارسيا. هذا شنو دار؟ جا حط لهم البصمه والطومبو على الخبر وقال لهم جوهرتان جديدتان ومؤكدتان لمدرب برشلونه، وان لاماسيا لا تتوقف. وبطبيعه الحال كلامه هنا عن عبد الله وزان كيف ما كيبان لكم في السكرين بوضوح. يعني هنا تم التاكيد على الخبر اللي تحط من طرف جريده سبور الكتالانيه. ها واحد جوج سؤال مطروح، هل عبد الله وزان داخل اهتمامات نادي برشلونه فقط؟ الجواب قطعا وحدا وفصلا هو لا. هاد الضجه اللي دارت في 48 ساعه على اللاعب المغربي ما غدوش مرور الكرام على الفرنسيين، لان باريس سان جيرمان ماشي غير مؤخرا من كان فاجر عبد الله وزان مع المنتخب الوطني المغربي لاقل من 17 سنه، ومن هذيك الوقيته باريس سان جيرمان حاضيه الموهبه ديال اللاعب والتطور ديالو. ومن دخلات برشلونه هاد الدخله ودارت هاد الضجه كامله، غادي تنوض الصحافه الفرنسيه وحتى هي غدير واحد رده فعل اللي قويه. وهنا غنتقلوا عن جريده الأونز مونديال. هادشي كامل اللي تنوريكم باقي جديد بميكس وتحط في هاد 24 ساعه اللي حنا فيها. والأونز مونديال من الصحف الفرنسيه اللي كبيره اخوتي الكرام. لاحظ معايا هنا شنو كيتبين. الموهبه المغربيه التي تدعى عبد الله وزان تألقت بشكل خاص مع المنتخب المغربي، ما جعله محط انظار باريس سان جيرمان بقياده لويس انريكي بنفسه. وزان هو الذي لم يوقع عقدا احترافيا لحد هذه اللحظه، ويثير اهتمام برشلونه بشكل كبير، لكن في الوقت الراهن لا يتعدى الامر مرحله المتابعه والمراقبه دون اي خطوه رسميه لحد الان. ولكن رغم ذلك وبالنظر الى التحركات الاخيره لنادي برشلونه هذا الموسم من اجل استقطاب اللاعب المغربي، فقد يمكن حقا لعبد الله وزان الانضمام الى النادي الكتالاني وترك باريس سان جيرمان. وهذا راجع، سمعوا مزيان غيقولوا واحد النقطه مهمه، وهذا راجع للتغيير الكبير الذي له علاقه بسياسه برشلونه مع الشباب، اذ انهم يريدون الشباب الاكثر تعلقا والنخبه في العالم. داكشي علاش حطوا على عبد الله وزان، لانه حاطينه من ديك لا كاتيجوري ومن ديك الفئه ديال الشباب اللي هما الطوب في الطوب النخبه. غنوريكم انا اكبر قالب واقع اللاعب حاليا هو مع الاداره ديال اياكس. دابا اياكس وكنحط لكم بالمصداقيه تريد وتفعل كل ما لديها من اجل امضاء على عقد احترافي مع اللاعب المغربي. ودابا هما العائله ديال عبد الله وزان كانوا باغيين اياكس امستردام سني مع اللاعب قبل من التعلق ديالو في كاس افريقيا، ومن تعلقوا دار عليه البوز عاد ولات الاداره ديال اياكس كتقول لهم اجي سنيو معايا وخليو اللاعب معانا. علاش؟ لانهم وعاو وشافوا وعرفوا ان انديه كبيره باغا اللعاب، يعني بغاو يطبقوا ذاك المثل المغربي اللي تنقولوه حنا في الشارع ديال ضرب الحديد ما حد سخون. وحتى المحيط ديال اللاعب ديال عبد الله وزان تاخذوا واحد القرار اللي رائع، وهو عدم الامضاء على عقد احترافي حاليا. بهذه الطريقه الاداره ديال اياكس امستردام ما غيكونش عندها واحد السلطه على اللاعب المغربي، ويقدر ينتقل لاي نادي يريده وهو في موقف قوه في المفاوضات. يعني ضربه استراتيجيه تحسب للمحيط ديال عبد الله وزان الذي يشرف على المستقبل ديالو. باش نعطيكم اخوتي الكرام ختام الكلام ومن اكبر الجرائد الاسبانيه نيت، وهنا غنرجعوا لجريده سبور. غنحط لكم واحد اللقطه اللي الاغلبيه ما داو ما جابوا فيها. شي من هضروا على عبد الله وزان داروا ذاك المثل ديال كل شي كوم واللاعب المغربي كوم، وقراو معايا هادشي راه كيتبينوا بنفوسهم. قال لك حاله عبد الله وزان مختلفه تماما عن الجميع، فهو لاعب وسط يمكنه اللعب كمحور دفاعي او كلاعب وسط متقدم، وهو حاليا يعد من جواهر اكاديميه اياكس، وما ادراك ما اكاديميه اياكس امستردام التي يراقب برشلونه مواهبها ودائما عن كثب. والمشكله الكبرى التي لدى وزان حاليا هو ان العديد من الانديه الكبرى تهتم به وبقوه كبيره جدا. شنو هي احسن حاجه توقع اللاعب؟ هو انه يلقى واحد الاهتمام من وليد الركراكي. بلاص ما تجيب لنا لاعبين مع كامل الاحترام بحال بلال نادير اللي تقريبا شبه ما كيلعبش تماما الموسم كامل، جيب لنا هاد اللاعبين اللي باقيين صغار عندهم جاهزيه ويكون بعض التعامل اللي كيف ما كتعامل اسبانيا مع الشبان ديالها. حنا ماشي غنقولوا لامين يامال
وبل وكاين العديد من الشبان اللي رغم صغر السن ديالهم كيحظاو بالفرصه مع المنتخب الاول. هادشي كامل باش كيبريباريو وكيوجدوا المستقبل. كنتمنى ان الميساج يكون واضح والفهم يفهم. دابا غندوزو النيكست ستيب وغندوزو للخبر الاخر وسنتكلم عن اهم لاعب في خط الهجوم للمنتخب الوطني المغربي، وهنا نتكلم عن ابراهيم دياز ياسان. قبل ما ندخل لكم في الاخبار والانتقاد ضروري سمعوا لي لان هادشي اللي حطوه الاسبان بهاد 24 ساعه على الدول المغربي حاسم لمشوار ابراهيم دياز وبطريقه مباشره، باش نحطكم في الصوره بافضل طريقه قبل ما نحط لكم السكرين. كما تعلمون جميعا وبطبيعه الحال ان ابراهيم دياز من الماتش ديال برشلونه لحد الان داز من واحد الفتره اللي كانت صعيبه وبزاف وتعرض فيها لانتقادات وطلعت الاسهم ديال اردا جولر، ولينا كنسمعوا ان العديد من اللاعبين غادي يجيو في المكان ديالو الى اخره. وكيف ما كنت وصلت لكم باللي ان كاس العالم للانديه غيكون واحد فرصه كبيره لابراهيم دياز باش يبين على المؤهلات ديالو، ولكن المفاجاه القاسيه والضربه اللي كانت مؤلمه جدا بالنسبه للاعب هو تعرضه للاصابه. دابا وسط هادشي كامل الصحافه الاسبانيه غدير واحد رده فعل على المسيره ديال ابراهيم دياز وعما ينتظره في ريال مدريد، وغتنوض واحده من اكبر الجرائد اللي كنعرفوها كاملين في اسبانيا لنفس الكاليبر ديال ماركا والموندو ديبورتيفو في شخص الى اخره، واللي هي جريده استاديو ديبورتيفو، وعنونوا المقال وقالوا تاثير الاجواء من طرف ابراهيم دياز. شوف الصياغه ديال العنوان شيئا مشحل صعيبه. غنهبطوا المقال تحت وغنديروا جسنب وغنقراو الاسبان شنو كيقولوا على اللاعب المغربي، وديروا معايا واحد التدقيق في الكلمات. قال لك كابوس ابراهيم دياز، حقيقه نهايه هذا الموسم ليست هي الافضل بالنسبه لابراهيم الذي يرغب في اثبات نفسه وجدارته لمدربه الجديد شابي الونسو، وعلى انه يستحق مكانا في التشكيله الاساسيه لريال مدريد الجديد، فليس من قبيل الصدفه ان اضطر للغياب عن المباراتين ضد مايوركا واشبيليا بسبب الاصابه. هنا غادي يكملوا ويقولوا وفي انتظار نتائج الفحوصات التي يجب ان يخضع لها اللاعب من الضروري متابعه حاله ابراهيم عن كثب في ريال مدريد وامكانيه مشاركته في كاس العالم للانديه، وهي بطوله اصبحت اكثر اهميه لريال مدريد، ومع تبقي اكثر من 3 أسابيع لانطلاقها لا يريد النادي الملكي المخاطره بابراهيم، ولهذا السبب تشير كل المؤشرات الى انه سيغيب عن الموعد الدولي المقبل مع منتخبه المغربي، وهو ما لن يرضى عنه المدرب بالتاكيد لانه سيخسر افضل لاعبيه. هنا تيهضروا على الركراك لان هاد مونديال الانديه بالنسبه لابراهيم دياز هو واحد الفرصه اللي خاصو يبين فيها نفسه من اجل الانديه التي تتابع ما يعيشه اللاعب داخل النادي الملكي. هادشي اللي سمعتوه قيدوه معايا. دابا غنتقل بكم جريده ريال مدريد الكونفيدونسيال فاش تكلمت على ابراهيم دياز شنو قالت. قراو معايا هادشي اللي مسطر لكم بالزرق في العنوان، وهذه راه جريده مقربه جدا من نادي ريال مدريد وتا هي داخله في المجموعه ديال ديفانسا سنترال. عنوان صراحه رائع وجميل. نصف انديه اوروبا تسال عن ابراهيم دياز وفلورنتينو بيريز يتخذ قرارا لافتا. دابا من كتجي دير واحد الوقفه وكتشوف هاد الانديه اللي تم فقط الكشف على الاسم ديالها راه كتلقى انديه عريقه. قراو معايا شنو مكتوب. ليفربول، بروسيا دورتموند، بايرن ميونخ ابدوا اهتماما خاصا بالتعاقد مع ابراهيم، كما وضع توتنهام ايضا اللاعب على جدول اعماله لكن لا ضمان لضمه، ويجب على هذه الانديه تقديم عرض جيد من اجل استقطابه. وهناك ايضا غموض كبير في مستقبل ابراهيم رغم ان عقده ينتهي حتى 2027 الا ان وضعه الحالي في النادي مثير للقلق، والخيار الوحيد المتاح امامه حاليا هو ان يثبت قيمته من جديد لتجنب رحيل محتمل عن الفريق. ها علاش هاد الاصابه والتوقيت ديالها صعيب وصعيب بزاف على اللاعب المغربي. كنتمناو انه يرجع في اقرب وقت ويلعب في هاد البطوله العالميه. بطبيعه الحال حنا ماشي غنقارنوها بدوري ابطال اوروبا الى اخره، ولكن على الاقل غتحيد بعض الشكوك على الانديه اللي باغينها كنتمناوها تخرج ابراهيم دياز من القوقعه ومن دكه البدلاء المحتومه. هذا لا نقاش فيه لريال مدريد، لاننا انا تنقول لكم وتنعاودها الاسباب ماشي فقط رياضيه. ابراهيم دياز ما عمره غيكون اساسي بدرجه اولى في النادي الملكي، ولو انه ينقذهم ولو انه يسجل واخا ما عرفت شنو يدير سيبقى فقط احتياطي. هادشي اللي بان لكم في المواسم اللي لعبها مع الفريق الملكي لحد الان، رغم انه قام باشياء مبهره ورائعه. عامه اخوتي الكرام اهم من كورومونيتشي كامل اللي كنت كنهضر فيه، دعوا مع الاخوه ديالنا في فلسطين لا حول ولا قوه الا بالله، واقل ما يمكن فعله او قوله هو الدعاء، وتهلاو في الوالدين بزاف الاحياء منهم والاموات بالصدقه وحسن التعامل والدعاء ايضا. حذاري من الفراغ. في امان الله. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، والسلام عليكم.